خلوا بالكم يا جماعه من اغاني افتتاح المتحف الكبير المصري. يا ريت يا جماعه نصيحه عامه، اول ما تتفرجوا على الاحتفال وطوا التلفزيون. الاغاني اللي هتتذاع في الاحتفال ده عباره عن طلاسم وشعوذه. اشتات اشتوت جاني مصري جني وقال لي ما انا بشكر كل المطاريد الخرفان، والله العظيم بشكركم، كتر خيركم والله. انا مش عارف من غيركم كان زمان الشعب ملبوس، دلوقتي كان زمانهم معمول لهم تعويذه علشان يحبوا مصر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني انا لو سمعت الاغنيه بتاعت افتتاح المتحف هتلبس، الشعب كله هيتلبس من التعويذه دي ونتقلب تماثيل، تبقى تماثيل فرعونيه. انا كان قلبي حاسس ان انا هتسخط وابقى تمثال فرعوني، انا عارف، وابقى اسمي بلبل اقرع. ايوه انا عارف. احمينا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب البيت اسمه محمد. بيسحروا لنا يا بيه، بيسحروا لنا، عاملين افتتاح كبير وجايبين فرقه موسيقيه كبيره عشان يحطوا لنا طلاسم وتعويذات في الاغنيه واحنا مش فاهمين. بيسحروا لنا يا بيه ويغنوا لنا التعويذه في التلفزيون واحنا الشعب مش عارفين. وانا اقول يا رب انا بحب مصر كده ليه؟ اتاريني مسحور. معمول لي عمل في النسر بتاع العلم، وانا بقول برضو كل ما اجي احيي العلم ولا ابص لاي علم من مصر الاقي النسر اللي على العلم بيغمز لي. مش بقول لكم كل الشعب اللي بيحب جيشه وشرطته ورئيسه ده مسحور؟ انتوا كده مسخوطين. لا ولسه كمان بعد ما الاحتفال بتاع المتحف ده يخلص التطبيل هيزيد. عكوسات، صدقوني عكوسات. اشتات ده مش بعيد بعد الاغنيه اللي هيعملوها تعويذه دي نقول تحيا مصر كلنا. لا احنا نبعت لمولانا عزيز مصر السيسي، هو اللي هيفك السحر ده. تصدقوا بالله لو تعويذه احلى تعويذه دي ولا ايه؟ تسمع الاغنيه من هنا بتاعت الافتتاح جسمك يتلبش رعشه مع انتفاضه، تلاقي نفسك بتحب بلدك كده اوتوماتيك. الخرفان يا عيني محرومين من التعويذه دي يا عيني، رقيتك واسترقيتك من الليه ومن الدهنه. بس اكيد التعويذه دي ما بتمشيش مع الخرفان لانهم ما بيفهموش لغه الاغاني دي، ما هي دي برضو اللي بيغنيها انسان، فلغه الانسان الحيوانات اللي زي الخرفان ما بيفهموهاش. دول لازم نحط لهم التعويذه في شكاره ذره عويجه، في فول مدشوش، في شكاره تبن. بس عادي اذا خرج الجنان من اهل الجنان ما يبقاش جنان، يبقى الجان. وبعدين دول هو حد بياخد على كلامهم؟ ده بيرموا ازاز العدس واللوبيا في الميه. لا ابنك مجنون يا حاج. من الواضح ان مصر عامله صرم كبير قوي، صرم اكبر من المتحف نفسه، صرم للخرفان واللي مشغلين الخرفان. يقول لك هي مصر دلوقتي بتحاول تنجح في ايه؟ بتحضر لافتتاح المتحف الكبير، يقوم ياخد بعضه ويروح يحفر في الصحراء عنده فيلاقي شخه كلب يا عيني ماشي في امان الله في الصحراء، شخها ودفنها. هم بقى يعصروا عليها ويطلعوها ويقول لك لقد وجدنا قطعه اثريه من الاف السنين عليها اسم الملك هاوي. واللي لقى شبشب ابوه كان ضايع في نفس الصحراء يقول لك قطعه اثريه ثانيه للملك ابو صباع. الملك ابو صباع مقاس 36. ما يعرفوش ان الكلب لما شخ كان سارق شبشب ابوه وحطه في بقه عشان وهو بيحزق يعضعض فيه. بكره يفتحوا علبه جبنه مثلثات ويقول لك اكتشفنا مقبره مدوره فيها 8 اهرامات من ايام الملك النستوي والملكه بريزيدون. انا يا جماعه مش عايزكم تزعلوا خالص. طبيعي لما تبقى ناجح وتبقى متبروس وعندك جيش قوي وعندك شعب محترم وواعي ورئيسك منور كده زي الشعله في وسط رؤساء العالم، ليه وليه يهروا وينقطوا في نفسهم كده لحد ما تسلوا بقوا شبه المسمار، وتلاقي الصرم بدأ يطلع وتلاقي النفسية محتاجة طعمية. وهي جت على دول ده كله كوم والجولاني القرد ابو سديري اللي كان بيلبس السديري وهو متربي في الانفاق تربية الكهوف، اللي كل حتة في المناطق الحساسة اللي عنده واخدها دولة محتلة، بيتكلم على ست وتاج راسه مصر. اخرس. بس طبعا ده عادي من واحد انت فاتحه كتير قوي، مطلعه مسرح في كل افلامك ومسلسلاتك ومبينه للعالم كله انه كان عميل للامريكان. منتظر ايه من واحد مصر احبطت له مخططاته وحرمته من الجايزه الكبرى وخلصت على كل رجالته؟ مش تنظرين منه هيغني لك تسلم الايادي مثلا؟ يوم ما يشكر بقى ولا يشيد بحد هيبقى بحبايبه اللي بيدعموه، لكن هيهاجم اللي وقفوا له طموحه. انتوا عمركم شفتوا اي جماعه خرفانيه، حركه سماح وغيرها من الحركات، عمركم شفتوهم بيدعموا مصر ولا بيطقوها؟ بيدعموا اللي بيصرفوا عليهم بس. ما تنتظرش كلمه حلوه من عدوك، من واحد دوست عليه بجزمتك، لان الخاين دايما بيكره اللي كشفه وبيحب اللي مموله، خصوصا لو عدوك ده ممسوح بكرامه امه الارض وبيكسفوا له القصر الرئاسي والعدو كاتب اسمه مراته على الجرافات وهي داخله. اسم مراتك يا جولاني على الجرافات وهي داخله تحتلك عادي اهو. لطيفه، لطيفه.
يعني العيال السوريين هناك الصغيرين اول ما يشوفوا اللودر داخل ايه البلدوزر، لا بلدوزر ايه، طنط لطيفه اهي، ايه طنط لطيفه اهي. لا راجل يا جولاني، راجل والله العظيم، راجل يا جوز الست. لا جوز الست مين؟ يا جوز لطيفه. ارجوك اوعى تغير انا وانا حلوية كتير. على الله تجيب سيرة مصر تاني على لسانك يا جوز لطيفة. المرة دي كتبوها لك على الجرافات، يا امك هكتبها لك على الكبانيهات عندنا ونصورها لك وشيروها له.